انا ابتدي. تمام. واخيرا اعزائي المتسكلفين. الله الله الله. يلا سكاليف. واخيرا اعزائي المتسكلفين في كل مكان. اللحظه اللي انا هرمت من اجلها مش ان الاهلي كسب الزمالك، لا، ان انا هبتدي رحله اليوتيوب بتاعتي معاكم، وكان نفسي ابتديها في ماتش ارسنال وبايرن ميونخ. ما كنتش لاقي احسن من دي فرصه كمتعه كرويه، كماتش جميل جدا فيه كميه فنيات وكميه اهداف مش طبيعيه. بس الحمد لله على كل شيء. اجلت الموضوع، ما لقيتش احسن من ماتش الزمالك والاهلي ان انا ابتدي بيه القناه. فيلا بينا. وطبعا يعني مش هقول بقى زي اخواتي اليوتيوبر اللي مش متابعني واللي ما يعرفنيش، لان مفيش حد لسه يعرفني. بس عموما انا البومبو وده سكاليف في الملعب، ويلا بينا. ماتش النهارده كان ليه حسابات كتيره جدا، سواء كان على الجزء الفني او التكتيكي والجزء النفسي. وخليني اركز على الجزء النفسي لان في كلام كتير قوي. اول حاجه ان ده ماتش قمة، ماتش الاهلي والزمالك ده ليه حسابات تانية غير اي ماتش تاني. الجزء اللي يخص فرقتي اكتر، وان هو في اسوأ فتراته، في اسوأ سكواد، اسوأ مدرب مر على تاريخ النادي الاهلي، او تاني اسوأ مدرب. احنا بس دلوقتي شبطانين في ان هو اسوأ مدرب لان هو استمر فترة طويلة معانا، وفي كلام كتير ان هو هيقعد معانا السنة الجاية عشان موضوع الشرط الجزائي. ففي كلام كتير قوي، فدي حاجة هنتكلم فيها. زائد ان ترتيبك الثالث في الدوري العام، وده ممكن يمنعك ان انت تشارك في دوري ابطال افريقيا السنة الجاية، وهيأثر على مشاركتك في كأس العالم للأندية السنة اللي جاية. وكمان احنا لسه جايين من ماتش بيراميدز الاسبوع اللي فات اللي خسرانين فيه 3-0 بأداء ولا أسوأ. ففي حاجات كتيرة. ده كان بالنسبة للجزء النفسي. الجزء التكتيكي، احنا شفنا تشكيلة تقريبا لأول مرة بتلعب مع بعض. هنبتديها من خط الدفاع. عندك كوكا في ناحية الشمال، وياسين مرعي وهاني رياض سيرد باكات، وعند بيكهام برضو على الناحية اليمين. الحاجة التانية برضو الواحد كان مقلق منها هي مشاركة حسين الشحات، مع ان انا بحب حسين الشحات وكان نفسي في ماتشات كتيرة ان هو يلعب او حتى يدخل بديل، بس المرة دي بيدخل بشكل اساسي من اول المباراة، ودي حاجة كانت مقلقاني. كنت خايف ان هو نسي كوره، بس بالعكس زي ما بيقولوا الدهن في العتاقي. الحاجه التانية طريقه بقى اللعب. طريقه اللعب اللي انا مش جاي اثني بيها ولا اشيد على يسترب بيها. هو يسترب بالنسبه لي لازم يمشي. اللي عمله يسترب الماتش ده ان احنا بدل ما متعودين ان احنا نلعب ب 4 2 3 1 وان احنا نتقدم والفرق التانية تلعب كور طوليه ورانا، احنا لعبنا ب 4 4 2 برجوع طاهر وتريزيجيه والتزامهم بالناحيه الدفاعيه. والطريقه دي انا بسميها طريقه رد فعل. الاهلي كان عايز الزمالك يستحوذ براحته، وهو ده اللي حصل في الماتش. وحتى لو انتوا تابعتوا هتلاقوا نسبه الاستحواذ اعلى بكتير. فده اللي كان عايزه الاهلي، الزمالك يستحوذ، ومع اول فرصه او اول غلطه يقتنص. طاهر محمد طاهر قدم ماتش بالنسبه لي ماتش ولا اروع. التزامه الدفاعي ومن الناحيه الهجوميه، ودي هنجيلها برضو خصوصا في الهدف الاولاني. بس خلينا اتكلم من الناحيه الدفاعيه. الناحيه الدفاعيه التزم بشكل كبير جدا، سواء كان الزياده العدديه ان هو يلعب 5 مدافعين، او يقفل المساحات مع بيكهام لما بتزيرا بيزيد وبنتايج وبيجي لهم عبد الله السعيد وابتدوا يخلقوا مثلثات. فكان ليه التزام كبير جدا، وانا بشيد بادائه واداء بيكهام برضو. بيكهام كان في اول الماتش الى حد ما شويه مهزوز، بس خد ثقه في كام كوره قدام بنزيرا في الشوط الاولاني، ولما اتبدل ونزل شيكوبانزا خد ثقه اكبر. فانا بالنسبه لي بيكهام عمل ماتش ولا اروع، هو وطاهر محمد طاهر. وطبعا اللي على القمه بن شرقي بتسجيله هدفين وعمل اسيست. هنيجي دلوقتي وهنتكلم على الهدف الاولاني اللي تقريبا غير مجريات المباراه كلها، وهنشوف طاهر محمد طاهر اتصرف ازاي في كوره زي دي.
ده منظر الهدف الاولاني، كان 5 لعيبه من الاهلي ضد 7 في كوره جايه، يعني هنوصلها لحسام عبد المجيد اللي تعامل معاها بطريقه غريبه، طفشها تطفيشه وصلت لطاهر محمد طاهر اللي جاي باندفاع. وهنا انا قلت ان انا هشيب بطاهر عشان الكوره دي بالذات، الكوره اللي هو جاي باندفاع كان ممكن حاجه من الاتنين، يا اما ان هو يشوطها، يا اما ان هو ياخدها ويخترق بيها منطقه الجزاء، خصوصا بعد ما المنظر ده اتغير وبقى بن شرقي وحسين الشحات مثبتين المدافعين وبقى في مساحات. لكن هو اول ما شاف الكوره دي جايه له بالطريقه دي هدي وفكر، بص لقى حسين الشحات وبن شرقي، راح مطلع من جيبه كتاب كيفيه رفع الكوره، بص عليها ورفعها من الكتاب. رفع الكوره ما لقيتش غير راس بن شرقي اللي شاطها في الجون، وانا قصدي ان انا اقول شاطها لان هي ما اتلعبتش غير بالطريقه دي، وفكرني بجون ايتو في المنتخب المصري تقريبا تصفيات مونديال 2006، اللي كان بيتلعب على ملعب استاد اسكندريه. والجون ده هو اللي غير تقريبا مجريات المباراه، وغيرها ليه؟ لان هو فتح الخطوط وخرج الزمالك من تركيزه، وهنشوف الموضوع ده في الهدف الثاني بالذات. ده منظر الهدف التاني، زي ما احنا شايفين، احنا كنا شايفين في الهدف الاولاني 7 لعيبة من نادي الزمالك وفي خطوط قريبة. ده منظر الهدف التاني زي ما احنا شايفين، هم 6 ضد 6، وكان في نوع من انواع الضغط العالي من النادي الاهلي بعد ما خد الثقة بتاعت الجون الاولاني، ودول مش موجودين في الصورة خالص. اللي حصل ان كورة وصلت لحسام عبد المجيد، بدل ما هو يلعبها ويشتتها كرة طولية على الاقل، شتتها بطريقه غريبه ما فيهاش اي نوع من انواع الاتقان. اللي حاول عليها فتوح ان هو يجيبها ما قدرش، ما لقيتش غير بن شرقي اللي اتحرك لها. وهنا ليه برضو الزمالك انا بقول ان هو خرج من المباراه او تركيزه راح، لان اول ما بن شرقي مسك الكوره الونش وحسام عبد المجيد رايحين له. هنا مين؟ هنا حسين الشحات اللي لقى المساحه استغلها ودخل. بن شرقي شاف الموضوع ده راح لاعب ثرو حلو جدا، استقبلها حسين الشحات بتشيب ولا اروع. الماتش فضل رايح جاي ما بين الاهلي والزمالك. الزمالك اتحسبت له ضربه جزاء دخل عليها حسام عبد المجيد، شوبير صدها، وضربه جزاء تانية للنادي الاهلي تريزيجيه الله يسامحه شاطها، المهدي سليمان صدها. ده منظر الهدف الثالث اللي جه في الشوط الثاني للنادي الاهلي. 7 لعيبه من لعيبه الزمالك تقريبا كلهم جوه منطقه الجزاء قصاد 5. وانا مش هحسب مروان عطيه في الهجمه دي لان مروان ما كانش مؤثر فيها بشكل كبير ولا كان مثبت حد من لعيبه الزمالك. اللي حصل ان تريزيجيه كان راجع من الاوفسايد، بن شرقي معاه الكوره مش عارف يعمل ايه، ما لقاش غير امام عاشور لعب له الكوره 1. فجأة اللي حصل لقى مدافعين الزمالك برضو نفس الغلطة بتاعت الجون الأولاني، الاتنين بيضغطوا على إمام عاشور، ودخول تقريبا كان سلامة دخل عشان يغطي وراهم. بن شرقي استغل الخطأ ده وراح دخل من وراهم، إمام ما كدبش خبر وراح لعب له ثرو برضه ولا أروع عشان يركنها في البعيدة المهدي سليمان. كل ده بيأكد إن الجون الأولاني كان سبب خروج الزمالك من تركيزه وفتح الخطوط، وده اللي سهل مأمورية الأهلي في المباراة دي. هل اللي حصل في الماتش ده من الناحية التكتيكية أو الفنية يشفع ليسترب؟ لا، هي نقطة تحسب له التغيير اللي عمله في المباراة دي. أنا مع أول يعني من الناس اللي بتطالب برحيل يسترب في أول فرصة، بس في شوية أفكار سوداوية بتيجي في دماغي، ويا ريت أنتوا كمان تشاركوني آرائكم في الكومنتات. بس خليني الأول أسأل، هل الدوري لسه في الملعب؟ على الورق وحسابيا لسه، يعني كل واحد ناقص له ماتشين. البيراميدز لو اتغلب ماتش واتعادل ماتش فيها كلام، الزمالك لو اتعادل ماتش او خسر ماتش فيها كلام برضه، وهيبقى فيه تساوي في عدد النقط مع الاهلي، وساعتها الاهلي عشان اللقاءات المباشره هياخد الدوري. بس دي حسبه انا ما كنتش ان انا يعني اتمنى ان انا ادخل فيها، وخصوصا ان انا اسمي النادي الاهلي. هفترض ان احنا خدنا الدوري، ايه اللي لازم يحصل؟ يستروب لازم يمشي. هيمشي ازاي؟ عشان احنا نتجنب موضوع الشرط الجزائي طبعا هنستنى لغايه ما فتره الاعداد تنتهي ويبتدي الموسم الجديد، وده هيبقى كابوس. كابوس ليه؟
لان انت عندك يعني انا شايف الدنيا بطريقه سوداويه شويه بالنسبه ليستروب، وحاسس ان هو هيكمل معانا الموسم الجاي، هيعمل صفقات او النادي هيجيب له الصفقات اللي هو عايزها، هيجي يمشيه السنه الجايه، هيجيب مدير فني هيقول لك انا مش عايز اللعيبه دي، ممكن يعمل فتره اعداد كويسه جدا. في كلام ان برشلونه عايز يلعب كاس خوان جامز قدام الاهلي، ممكن الاهلي يكسب الله اعلم او يعمل ماتش كويس فيثبت اكتر يسترب. ففي حاجات كتيره انا خايف منها ممكن تحصل، فربنا يستر في الموضوع ده. بالنسبه للعيبه، هل في لعيبه لازم تمشي؟ في لعيبه، وبدل الاسم 2 و3 و4. هل في لعيبه لازم الواحد يقعد يتكلم معاها كمدير كوره قوي، وفي ناس محتاجه اخصائيه نفسيه؟ في كلام كتير قوي. فدي نظرتي بالنسبه للموسم ده وبالنسبه لبدايه الموسم اللي جاي. لو انتوا شايفين الموضوع زيي يا ريت تشاركوني في الكومنتس، تقولوا لي ايه رايكم. هل فعلا يسترب ممكن يكمل لو عمل فتره اعداد كويسه؟ مين هم اللعيبه اللي انتوا متوقعين ان هم لازم يمشوا، ومين هي اللعيبه اللي المفروض تيجي مكانها؟ شاركوني بكل ده في الكومنتات، وعايز اسمع ارائكم سواء كانت بالايجابي او بالسلبي، لان ده شيء هيفيدني ويهمني. ده كان رأيي الشخصي ووجهة نظر شخصية، يا ريت اشوف كومنتاتكم واسمع ارائكم. هل تؤيد ان يسترب يمشي؟ اكيد. اه شايفين الفترة اللي جاية ازاي؟ هل انتم مؤيدين للسيناريو السوداوي اللي انا شايفه؟ مين هي اللعيبة اللي عايزة تمشي؟ مين اللعيبة اللي المفروض تيجي مكانها؟ مين اللعيبة اللي ممكن تستمر في نادي الاهلي؟ كل ده انا عايز اشوفه في الكومنتات، ورأيكم في الفيديو ده عشان ده بيهمني اكتر. تاني، انا البومبو وده سكاليف في الملعب، واشوفكم في فيديو تاني.